الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. النهارده احنا في مشروع ماونتين فيو هنتكلم على فاعلية مهمة جدا، وهي كيفية استخراج الإحداثيات. كيفية استخراج الإحداثيات المراد توقيعها باستخدام برنامج السيفل وتصديرها للتوتال ستيشن. طيب، سواء كانت إحداثيات حدود حفر أو إحداثيات عادية أو إحداثيات مسلحة أو أجساد أعمدة، فالفاعلية اللي احنا هنشرحها دي بالتفصيل هتوضح العملية دي. يلا بينا. باشمهندس توحيد، بداية بنرحب بحضرتك. اهلا بك يا مصر. أول حاجة، اللوحة اللي معايا دي عبارة عن إيه؟ واحدة واحدة عليا، أنا اشتغلت أجهزة كتير وعايز أفهم برنامج السيفل. واحدة واحدة عليا، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دي دلوقتي يا مستر احمد لوحه مشروع فندق. مشروع إنشاء فندق. تمام. العاديه بتاعتي ده حد العاديه اللي هو بره ده منصب. يعني اللي بره ده حدود العادية. حدود عاديه. طبعا لو في حفر هيبقى في حد بره الحفر. الحفر اوفست 5 متر. لو عايزنا نعملها ممكن نعملها. يعني يا جماعة من العادية دي هنطلع بره قد ايه؟ ادينا حدود الحفر 5 متر. تمام. وريني كده. نعملها ولا لا، وريني كده. انت بيجي لك ايه؟ انا بتجيلي اللوحه بالمنظر ده. تمام. انت اللي بتعمل الاوفست بقى وتسلمه للايه. تمام. انا جات لي اللوحه دي عايز اخرج احداثيات الاعمده عشان هروح دلوقتي اوقعها باستخدام احداثيات العاديه، عشان اطلع اوقعها بواسطه جهاز محطه الرصد المتكامله التوتال ستيشن. بدايه يا مستر احمد، انا عندي في طريقتين اتنين ان انا استخرج من الاحداثيات. لو انا عندي مثلا لوحه كبيره فيها يعني مشروع كامل، مثلا كذا مبنى او الكلام ده كله، بطلع النقط اوتوماتيك. تمام. ده لو عدد النقط كتير. لو نقط كتير بقى وانا مش هينفع اقعد اعمل سيلكت على كل نقطه يا جماعه. تمام. فبختار الاوتوماتيك، اعمل سيلكت مره واحده واعمل انتر. لو عندي مليون نقطه هيطلعها لي في ملف بالظبط. انما انا عندي دلوقتي حوالي 15 زاويه. طبعا برضو العاديه في المشروع لسه فيه الحفر شغال، بتتصب بنظام شرايح عشان المساحه كبيره جدا. يعني اللي احنا هنخرجها دي مش كل العاديه. مش كلها برضه، انا هخرجها اصلا كلها. تمام. انما في التوقيع مش هتخرج. التوقيع مش هتوقع كلها، عشان انا زي ما بقول لكم احنا بنصب نظام شرايح يا مستر احمد عشان المشروع مساحته كبيره جدا. تمام. طيب. يعني احنا بدايه عندنا طريقتين لاستخراج الاحداثيات، الطريقه الاوتوماتيك والطريقه المانوال. هتعرفنا على الطريقه انهي؟ نختار المانوال النهارده. ليه بقى؟ لان عدد النقاط المراد توقيعها قليله. بالظبط. قليل. وريني هندسه. اجي بعمل ايه الاول؟ انا دي واجهه